الجمهورية تكريم منتخب الشباب في مهب الريح واللعب مع البحرين واستونيا وديا الشهر القادم. الهرم المسائي معسكر مغلق ولقاء ودي مع تشاد. رمزي استقر على برنامج اعداد المنتخب الاولمبي للسودان. المصري اليوم زاهر يخضع للتحقيقات في نيابة الأموال العامة. الرقابة الإدارية تتحفظ على المستندات. الأخبار: الأندية تلجأ للقضاء إذا لم يتدخل رئيس الوزراء في قضية البث. الجزيرة ترفض شراء الدوري. الوفد: لوغاريتم الجبلاية إقامة الكأس في بداية الموسم الجديد. المسا: الزمالك خائف على شيكابالا مهدد بالإيقاف بعد مشاركته في الهتافات ضد الأهلي. الأهرام: غنيم للاعبي الزمالك تحملتم الضغوط أمام سموحة ببسالة. الجمهورية: مصالحة بين التوأم ولاعبي الزمالك على أنقاض سموحة. الأهرام: المقاولون يبدأ الاستعداد للزمالك ولا بديل له عن الفوز. الأهرام المسائي: العاصفة هدأت في قلعة الدراويش. الإسماعيلي يرتب أوراقه والجمل يؤكد أن الدوري ما زال في الملعب. الأهرام: المقصة يختار المقاولون ملعبا لمباراة الإسماعيلي. الجمهورية: ليلة بكى فيها الدراويش، الجمهور ساخط والجهاز يعيش على الأمل. مصر اليوم: عودة أمير للمصري أمام الحدود واستقالة المدير الإداري. أهرام المسائي: الاتحاد ناوي على الهبوط، تعادل مع الجونة بدون أهداف ووصل تذيل جدول المسابقة. الوفد: معركة بالكراسي بين جمهور الاتحاد والأمن. أهرام المسائي: الطلائع يعود من الإسكندرية بنقطة، تعادل مع الحرس 1-1 في ديربي القوات المسلحة. الجمهورية: إمبي يعالج أخطاؤه قبل مواجهة اتحاد الشرطة. يوم السابع: عبد الظاهر السقا يحدد شروط تخفيض عقده مع إمبي. الأخبار: سموحة في دوامة الهبوط، الجمل راضي بالخسارة أمام أفضل فريق. الشروق: حمزة الجمل، سموحة لن يطلب حكام أجانب. يوم السابع: 2000 جنيه مكافأة لاعبي الجونة بعد التعادل مع الاتحاد. المصري اليوم: صلاح الناهي، تهديدات السلفيين وراء استقالتي من المحلة. الجمهورية: مجدة الهلباوي أول سيدة ترأس حزب رياضي، لاعبو الأهلي والزمالك انضموا للحزب ونحارب فساد الأندية. الجمهورية: زيدان بعد الفوز بالدوري الألباني لم أتناول الخمور في احتفالات بروسيا دورتموند. الوفد: الكاف يجري تعديلات على نظام التأهل للمونديال. مصر اليوم: الصباح، التونسية تكشف كواليس اجتماع حياته مع الوفد التونسي لتخفيف عقوبات الكاف. الوفد: الكاف يبايع بلاتر رسميا رئيسا للفيفا. الوفد: جilberto يجدد عقده مع ليرز. مصر اليوم: مارادونا مديرا فنيا للوصل الإماراتي. في الجون: قطر تحتل صدر قميص برشلونة. صفقة طبعا رهيبة جدا، 165 مليون يورو من مؤسسة قطر فاونديشن اللي هتكون هي على صدر تيشيرت برشلونة بدءا من الموسم القادم. 165 مليون يورو، تخيلوا، يعني رقم ولا في الخيال. ولكن هيفضل على فكرة برضو شعار اليونيسف موجود على تيشيرت برشلونة، لكن هياخد جنب بقى شوية وهيبقى قطر فاونديشن هو التيشيرت بتاع برشلونة بدءا من الموسم القادم. من ضمن الحاجات المهمة جدا في الأخبار اللي أنا قلتها موضوع أن الاتحاد الإفريقي قرر إدخال تعديلات واسعة على نظام التأهل لمونديال 2014. التعديلات بتشمل مشاركة 52 منتخب من القارة السمراء في التصفيات على أكثر من مرحلة تمهيدية بين آخر 24 منتخب بتصنيف الفيفا خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين بنظام الذهاب والإياب. يعني آخر 24 هيلعبوا مع بعض مباريتين، واحدة ذهاب واحدة إياب. وتنضم المنتخبات ال 12 المتأهلة للمنتخبات ال 28 الأوائل في تصنيف الفيفا، ويتم تقسيمها إلى 10 مجموعات. تبدأ التصفيات في أول يونيو 2012 وتستمر حتى 10 من سبتمبر 2013، وسيتأهل صاحب أو متصدر كل مجموعة ليلعب 10 منتخبات مرحلة جديدة نهائية من التصفيات، ويتم تقسيم المنتخبات ال10 إلى 5 مجموعات بنظام الذهاب والإياب ليتأهل منهم 5 منتخبات إلى كأس العالم. هم بالظبط 52. آخر 24 هيلعبوا رايح جاي، يبقى طبقا لتصنيف الفيفا في شهري يونيو ويوليو القادمين هيطلع منهم 12،
ال 12 دول ينضموا لل 28 اللي هم اول 28 يبقوا 40. هيتعمل 10 مجموعات، يبقى 10 في 4 يبقى ب 40 منتخب. ال10 دول هيتم اول وثاني من كل مجموعه، هيطلع 10 منتخبات فقط، قصدي اسف، اول كل مجموعه فقط، اول كل مجموعه فقط يبقى 10 منتخبات يلعبوا بعد كده مجموعات تانية ياخدوا منهم 5 يروحوا كاس العالم. يعني هياخدوا الاول من ال10 مجموعات. هتبقى في منتهى الصعوبه على فكره، يعني هتبقى صعبه جدا جدا جدا. اللي هيروح كاس العالم عايزه مجهود طويل وعايزه نفس طويل جدا. العمليه مش هتبقى مجموعه وياخدوا اوائل ال5 مجموعات يروح كاس عالم، لا، القصه المره دي هتختلف تماما. فعايزه نفس طويل قوي، وعايزه لعيبه كتير، وعايزه لعيبه تبقى جاهزه على طول باستمرار، ما يتمش الاعتماد على مجموعه معينه، لان المباريات هيبقى عددها كبير جدا. تصفيات كاس العالم، وهتبدا زي ما قلت لكم تصفيات من الفتره من اول يونيو 2012 باذن الله السنه الجايه، يعني في اول يونيو، وتنتهي في سبتمبر